انا كل لما اجي اتكلم معاه وادخل معاه في نقاش يقلب الترابيزه عليا ويطلعني انا اللي غلطان. ده كان سؤال احد المتابعين على الفيديو اللي فات: ازاي اتعامل مع الشخص اللي بيقلب الترابيزه على طول؟ بص يا صديقي، اول حاجه لازم نبدا نفهم ان الشخص ده بيستخدم استراتيجيه في التلاعب العاطفي اسمها التحويل او الجاس لايتنج. الجمعيه الامريكيه لعلم النفس قالت لك عنها ان الاستراتيجيه دي بتعمل على تشتت الانتباه واللوم العكسي، ان هو بيحاول يشتت انتباهك عن المشكله الاساسيه بطريقه انه يبدا يلوم فيك انت، مش يستقبل اللوم بتاعك. فعشان تقدر تتعامل مع الشخص ده في كذا خطوه، من اهمهم ان انت لازم تحافظ على هدوءك. ما تحاولش ان انت تدخل في انفعالات او تتعصب عليه، علشان هو بيبقى عايز ده عشان يعمل على تشتيت انتباهك عن المشكله الاساسيه. رقم 2، ثبت الحقائق. يعني ايه نثبت الحقائق؟ يعني دايما كل ما يبدا يبعد عن المشكله فكروا بيها، اللي هو خلينا في المشكله اللي احنا فيها، ما نحاولش نطلع منها. المشكله كذا كذا كذا، دايما حاول تحافظ على المشكله تكون واضحه قدامكم انتوا الاثنين. رقم 3 ودي اهمهم، حافظ على الحدود بينكم. لو بدأ يكرر السلوك ده كتير وينفعل وكده، قول له ان انا مش هقدر اكمل النقاش بالشكل ده، لما تهدى نبقى نكمل النقاش. ولازم تفهم ان مش كل نقاش لازم تكسبه، بس كل احترام لازم تحافظ عليه. وده كان ببساطة ازاي تتعامل مع الشخص اللي بيقلب الترابيزة. هنا في مساحة نفسية أنا بقدم يوميا محتوى عن الصحة النفسية وتطوير الذات وتحسين علاقتك بنفسك قبل الآخرين. فلو أنت مهتم إنك تطور من صحتك النفسية يبقى لازم تعمل فولو للصفحة دي، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده، ويا ريت تقترحوا علينا في الكومنتس أو تراسلونا على رسائل الصفحة على مواضيع جديدة نتكلم عنها. وأنا بقدم جلسات نفسية وكوتشنج وإرشاد زواجي وأسري لأي حد حابب يحجز معانا. وافتكر دايما إن في مساحة نفسية بنقولك استمتع بوقتك يا صديقي.